فوز الزمالك امام سموحه باربع اهداف افضل من انسحاب بثلاث اهداف. الزمالك امام سموحه بيبدا التشكيل ب 3-4-3، وفي الشكل الخططي اللي بنشوفه ده الزمالك كان بيظهر لنا باسلوب لعب واضح على مستوى الانشار الهجومي. شوف معايا المشهد ده. بنشوف زيزو وناصر ماهر بيدخلوا لقلب الملعب وبيقربوا من عبد الله السعيد ومحمد شحاته، والوينج باكس عمر جابر او بنتايك بيرحلوا كهافات. بس في اللحظه اللي بيقرر فيها ناصر ماهر يكون لاعب لاين هتلاقي بنتايك بيدخل لقلب الملعب. شوف معايا المشهد ده. طيب بنشوف ضغط عالي من لاعبي الزمالك بيستغل منها محمد شحاته خطأ تنفيذ رمية التماس من لاعب سموحه، وهنا بنشوف الذكي المتخاذل في حق نفسه بيطلع رحلة الوصول لإحراز الهدف الأول. وفي المشهد اللي احنا بنشوفه ده بيأكد لنا الاستفادة اللي ممكن بنشوفها من السويتشات اللي بتحصل ما بين الوينج باكس والهافات، ان هيكون عندك سهولة في التمرير والوصول لأفضل مكان مؤثر في الملعب. ولكن تمركزات لاعبي الزمالك في اي كرة ثابتة دايما بتكون بمثابة ضربة جزاء عليك، والخطأ ده المسؤول عنه الاول المدير الفني. خطأ متكرر وشفناه في مباراة زد وبيتكرر في مباراة اليوم، سواء في الهدف الاول او في هدف التقدم. ومع بداية الشوط الثاني بيتدخل بسيرو في دخول مصطفى شلبي مكان ناصر ماهر ودخول دونجا مكان صلاح مصدق، وبتتحول الطريقة ل 4-2-3-1. وده بسبب تمركزات لاعبي سموحة والاعتماد على اسلوب لعب اللو بلوك، وبتمريره من عبد الله السعيد لشلبي وبكروس عرضي من شلبي بنشوف هدف عكسي من لاعب سموحه. ولكن لاول مره بنشوف في رمضان مدفع رمضان بيتضرب مرتين، مره واحنا بنفطر ومره من بنتايك. ومع مرور الوقت بنشوف تمريره ساحره من سيف فاروق جعفر، والتاني مره بتتكرر من سيف فاروق جعفر، والمره دي بتكون لزيزو اللي بيصنع لشلبي في مكان مؤثر علشان يحرز الهدف الرابع. ومعاها اعتذار من اللاعب مقبول بالنسبه لجمهور نادي الزمالك. اما جمهور الفريق المنسحب، خناقتك بينك انت والمنظومه بالنسبه ليا الخسائر فيها مكسب ليا. الو، مين معايا؟ ايه، محدش معايا كلهم عليا؟ وعن الغاء البطوله اللي دايما بيردد من خلالكم، مش هلاقي اكتر من الملهم ليكو هو اللي ينصحكم. يعني حته الغاء الدوري انا بشوف ان ده فكر فاسد، يعني مش وجهه نظر. في فرق بين وجهه النظر والفكر. وجهه النظر ان تحلل الموقف، تحلل المرحله، تحلل الاداء، دي وجهه نظر، لكن فكر فاسد اشبه بالعاهه. مبروك لجمهور الزمالك الصعود لدور السيمي فاينال في كاس مصر.